ضروري ما غيكون طلع لكم هاد الايام شي خبر كيدوي على روسيا فين كان غيوقع فيها انقلاب كيف ما سمعتي من طرف كتيبه الطباخ السابق لبوتين افغاني بريغوجين، حيت انا هاد الراجل هو رئيس فاغنر جروب اللي كيضم الاف الجنود. هاد الجروب كان غيتحول من انه يعاون روسيا في الحروب ديالها انه يتقلب ضدها وينقلب عليها، وكنا عارفين لا ناضت شي حاجه في روسيا فرا كتنوض في العالم كامل. خير مثال داكشي اللي وقع في اوكرانيا العام اللي فات كيفاش اثر علينا حنا مثلا في الفاتورات ديال الضوء والغاز. فشنو واقع في روسيا وشنو هي اخر التطورات؟ كاع هادشي غنحاولوا نتعرفوا عليه واكثر، ولكن كالعاده شمال تحت لبات لك ديك الصابونه بيضاء رجعها درتيها. ما نجيش نطول عليكم ونخليكم مع وانكسبت هي واحد لابلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك وعاب التليفون. راه باي ذا واي فيها اكبر ليكوط ما بين كاع لي بلاتفورم اللي كاينين. خير مثال انا سبونسور والراعي الرسمي ديال الدوري الايطالي وكبار الفرق الاوروبيه بحال بي اس جي البارسا ولا حتى محليا مع الرجاء. خليكم الرابط التسجيل ديال وانكسبت لتحت، وما تنساوش تخدموا البرومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنكم انكم تحصلوا على $130 بونوس. ما حتاش تقول لكم انكم ضروري تكون فايت 18 عام باش تدخليها. كاين حتى واحد الجروب تيليجرام بالنسبه للناس اللي مهتمين بانهم يبداو يتوقعوا نتائج المباريات اللي هو هذا اللي من اكبر الجروبات كاينين. شوفوا راه فيه اكثر من 200,000 واحد. خليكم الرابط ديالو حتى هو في الديسكريبسيون الناس اللي بغاو ينضموا ليه. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. اول حاجه قبل ما نبداو الموضوع ديالنا كنبغي ناكد ان الحرب في اوكرانيا مازال مستمره، يمكن ماشي بنفس الصدى اللي كانت العام اللي فات ولا كذا، مازال باقا. حيت انا في مارس العام اللي فات ديال 2022 روسيا وصلت لانها تستحوذ على 27% من اوكرانيا. في نوفمبر ديال العام اللي فات هاد النسبه تراجعت شويه ل 18. ما حنا فهمنا الوضعيه في اوكرانيا. اجي نشوفوا دابا شنو وقع مؤخرا ما بين روسيا فاغنر جروب واوكرانيا بثلاثه. وشكون هو هذا الجروب اللي كيدوي عليه كلشي؟ فاغنر جروب هو واحد الشركه عسكريه خرجت للوجود عام 2014. المؤسس ديالها هو افغاني بريغوجين اللي الصراحه الشخص هذا كيستحق فيديو راسو. فرحياته عجيبه وغريبه ديال بصح. انا نعطيكم تقديم صغير عليها. عام 1961 غيتزاد بريغوجين بمدينه لينينغراد. 20 عام موراها اي في 1981 بريغوجين غيتشد في الحبس بسبب السرقه والنصب. 9 سنين موراها في 1990 بريغوجين غيبدا يبيع الهوت دوغ في السوق. هذه معلومه مهمه. دخل شويه في بيع المأكولات. 5 سنين موراها في 1995 غيدخل البيزنس ديال الريستوراسيون ولا المطاعم. فين 6 سنين موراها هذه المره 2001 غيسربي الماكله لبوتين. 11 عام موراها في 2012 غيشد المارشي كامل ديال الماكله وفيه الجنود الروس. فين وصل لواحد الديل مع روسيا كيتقدر ب 1.2 بليون دولار باش يعطي الماكله للعسكر. هادشي العام واحد. 2014 اسس الفاغنر جروب. الغرض من هذا الفاغنر جروب كان هو تقضي المصالح العسكريه سرا وبطريقه بريفي ديال روسيا، يعني روسيا ما توسخش وهو يتوسخ مثلا في الحروب الصغار. في 2022 غيدير ضجه. علاش؟ حيت انا اعترف بتدخل غير قانوني في الانتخابات الامريكيه. بحثنا عرفنا مؤسس ديالهم افغاني بريغوجين رجعوا لفاغنر جروب اللي هي واحده من شركات بريغوجين اسسها في 2014. كيف ما شرحنا فاغنر جروب تصيب باش يدخل في المصالح الخارجيه والعسكريه ديال روسيا، اي كتدخلوا في الحروب اللي روسيا ما بغاش تافيشا فيها لكن كتصيفطهم. هذه المجموعه ديال المرتزقه كتضم 25,000 ممبر ولا جندي بعد ما شي سنوات قبل. حاليا عندهم 25,000. شي سنوات قبل كيقولوا انهم وصلوا ل 50,000. هاد 50,000 ولا 25 الحاليه مكونه من السجناء العساكريه القدام والقتله المأجورين، يعني ما كيرحموش. والجنسيات اللي كتنتمي للجروب من العالم كامل، ماشي ضروري تكون روسي باش تدخل. فين كيكونوا مختصين في قتال الشوارع. فيما يخص النشاط ديال فاغنر جروب كاين في مختلف بقاع العالم، مثلا اوكرانيا اللي هما فيها دابا، سوريا، السودان، ليبيا ولا حتى فنزويلا. اول حرب دخل فيها الفاغنر جروب باش يعاونوا روسيا كانت ضد اوكرانيا في 2014. شحال هذه في المشكل الاول ما بين روسيا واوكرانيا، فين الفاغنر جروب عاون روسيا باش يستحوذوا على مدينه كريميا في سنه 2014. موراها هذه المجموعه المتطرفه ساهمات في بزاف التدخلات العسكريه لصالح روسيا. اخرها كانت في اوكرانيا نيت عاوتاني العام اللي فات ولا حاليا، حيث انهم هما السبب الرئيسي في استحواذ روسيا على مدينه بخموت الاوكرانيه. الصراع اللي وقع ما بين فاغنر جروب وروسيا ماشي ولد اللحظه، يعني ماشي حتى دابا هذا وقع، راه هادشي كيرجع لاشهر. حيت عندنا الزعيم ديال فاغنر جروب بريغوزين اللي غنبداو نسميوه من دابا بري، سميتو طويله حيت غنذكروه بزاف. المهم بري غيتشكى من نقص الدعم اللي كتعاني منه الكتيبه ديالو في اوكرانيا بالضبط، وغيتهم بطريقه مباشره وزير الدفاع ورئيس الاركان بضعف الكفاءه ديالو. يعني دخل في المناصب الكبار ديال روسيا اتهموا، حيت انا قال ان هاد الناس قلصوا الدعم للكتيبه ديالو. وزير الدفاع غينوض وغيطالب المرتزقه ديال فاغنر جروب انهم يسينيو دي كونطرا من الحكومه الروسيه. الا حللتها شويه ان المرتزقه يسينيو كونطرا مع الحكومه غيقيدهم شويه ويخليهم تحت اوامر ورحمه الرؤساء الكبار في روسيا. داكشي علاش صاحبنا بري غيرفض رفض كل يسيني كونطرا في ديك الساعه. من هنا غيبداو الصداعات. اكثر من هادشي غيوصل رساله للسلطات الروسيه
فين غيبويكوتي لي كونترا ما بغاهمش. وهادشي هادي شي اشهر حاليا. علاش ناض ديال بصح وبغى يهاجم روسيا ديريكتومون؟ هو ان بري والكتيبه ديالو اي فاغنر جروب تعرضوا للنيران من اللور، يعني هما داخلين في اوكرانيا جاهم شي قسم من اللور، يعني شكون اللي موراهم؟ هما روسيا، يعني بمعنى ان روسيا غفلاتهم وضرباتهم من اللور. بري هنا غيحقد غيتعصب وغيخرج بفيديو فين غيكونوا وراه جثه الجنود ديالو. داك الفيديو غيستغلوا باش يهدد وزير الدفاع ورئيس الاركان في روسيا. التهديدات ديالو كانت واضحه حيت انه كان ناوي وباغي يدخل حتى للعاصمه موسكو ويقتل بيديه وزير الدفاع. فانطلق صاحبنا بري في هذه المهمه هذه. اجي نشوفوا التفاصيل من الانطلاق ديالو كيف سالات. نهار الجمعه 23 جوان هذه 3 ايام بري اعلن على مسيره العدل. هي واحد المسيره الهدف ديالها واحد، هي يسترجع الحق ديال الجنود ديالو اللي ماتوا. السبت 24 جوان مع الوحده ديال الصباح روسيا كتخرج مذكره اعتقال ضد بري. في نفس النهار ونفس الوقيته موسكو غتطوق بالعساكريه في حاله ما جاش هجوم، يعني فريمون عرفوا بري علاش قاد. ندوزو واحد 6 سوايع ونص موراها، اي مع 7:30 ديال الصباح بري والرجال ديالو غيستحوذوا على مدينه روستوف الروسيه. هذه المدينه راه مهمه بزاف حيت انها كتعتبر قاطره لوجستيكيه بالنسبه للعسكر الروسي، يعني بحال قيدهم. مع بري دار هذه القضيه هذه بوتين رئيس روسيا غيخرج بتصريح كيتهم فيه بري بالخيانه. ساعات قليله مورا التصريح ديال بوتين غتنطلق مجموعه فاغنر بقياده بري باتجاه موسكو دابا عن طريق الانفور هاي واي. منتصف الطريق وبالضبط في مدينه فورونيز الفاغنر جروب غيتعرض لهجوم جوي. اي روسيا ردات عليهم اتاكاتهم. الطائرات الروسيه ما كانتش كافيه باش طيح بالصديق ديالنا بري والجروب ديالو، هما اللي طيحوهم، حيت ان بري والجنود ديالو غيتمكنوا من انهم يطيحوا 6 هليكوبتر وطائره، امر يتسبب بمقتل 13 جندي روسي. الفاغنر جروب غيزيدوا يتحمسوا غيزيدوا يكملوا الطريق ديالهم نحو العاصمه موسكو فين غتبقى لهم 200 كيلومتر. خليهم والو مع هما كيقربوا. ومع وصلات 9 ديال الليل السبت تعقد اتفاق ما بين الحكومه الروسيه والجروب ديال فاغنر بقياده بري، حيت شافوهم صافي قربوا غيضيعوا في الحرب اكثر ما غيربحوا، وفغيمون روسيا محتاجه الجروب ديالها. تفاصيل الاتفاق باقا مجهوله، اي ما معروفاش بالضبط كيفاش، ولكن خرجوا شي معلومات. اولا في الاتفاق جا باش يتفاهموا ويقبلوا عليه بجوج ان التهم اللي كانت خرجت ضد بري واللي خرجها بوتين صافي تبطلات زعما ما كايناش، تم الاسقاط ديالها. ثانيا هي هذا الاتفاق اللي وقع ما بين بريغوجين وروسيا ولا بوتين لو بغيتي تسميها بحال هكا، جا بفضل عن طريق رئيس وزراء بيلاروسيا لوكاشينكو. النقطة الثالثة هي أن جنود ديال الفاغنر جروب ديال بري غيرجعوا للخدمة العسكرية اللي كانوا كيديروها روسيا، بالإضافة لأن هذه المرة غيقبلوا بأنهم يوقعوا على دوك لي كونطرا. النقطة الرابعة بري غيتنقل لبيلاروسيا كجزء من الصفقة، ما كتبان بحال شي صفقة ديال الكورة. وأخيرا وأهم النقطة اللي بغيتكم تركزوا فيها مزيان ونسمع للرأي ديالكم، كيروج أن الفاغنر جروب خدا 6.2 بليون دولار على هذا الشيء كامل، يعني على هذا الانقلاب اللي دار. في كاين شي أخبار كتقول أن هذا المبلغ تم الدفع ديالو من طرف CIA، أي من طرف ميريكان خلصت الفاغنر جروب أو بري 6.2 بليون دولار باش ينقلب على روسيا، وبالتالي ساهم في الاضعاف ديالها علاش للهجوم اخر من امريكان. بحيث ان اخر الاخبار كتقول ان شي تحريات بينوا ان 6.2 بليون دولار مفقوده من شي حسابات امريكيه، نقصت من ليه ودخلت هنا. فهل بريغوجين خدا هذا المبلغ من ميريكان باش ينقلب على روسيا، بالتالي صدق مثل على ميريكان وبقى وفي، ولا فعلا نيه الانقلاب ديالو كانت على الجنود ديالو وبالحرقه، يعني انقلب فعلا ديال بصح؟ المهم الطريق اللي سالت بها هي وحده، اي انه تم التفاهم ما بين الفاغنر جروب بريغوجين وروسيا. دابا فاهمين ما عرفتش غيخرج جديد عاوتاني. كخلاصه شنو وقع؟ قطعت البارتيه صيفط لاي واحد بغى يفهم الموضوع راه ملخصه غنقولها دابا. كانت واحد الشركه بريفي سميتها الفاغنر جروب بقياده بريغوجين، واحد الشخص كان طباخ ديال بوتين. هذا الجروب هو شركه بريفي كانت كتعاون روسيا في الحروب ديالها اللي ما كتبغيش تافيشها فيها، اي ان هذا الجروب كيتوسخ على قبل روسيا. هذه الكتيبه غيضربوها من اللور بينما كانت داخله لاوكرانيا فين غتعتبر الهجوم من طرف روسيا، اي من طرف اللي خدامه لهم، فين غيموتوا لها شي جنود وغينوض الرئيس ديالها بريغوجين يعلن الانقلاب والهجوم على روسيا واستهداف العاصمه ديالها موسكو. لكن ما قربوا دازوا من شي مدن يجلسوا على الطاوله وغيتفاهموا بيناتهم وغينجحوا في انهم يساليوها. كتروج شي اخبار انه امريكان هي اللي حركات بريغوجين وفاغنر جروب ب 6.2 بليون دولار، مي كتبقى اشاعه اللي كونفيرمي هو اللي قلنا. سو هذا ما كان في الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى نكون شرحت لكم وفهمتوه اللي هي اهم حاجه تعرفوا شنو واقع في العالم كامل. كان معكم فاروق لايف، خلي معك شي لايك زوين وبقى والو فيديو بيبي كانك. وهذا ما كان، عيد مبارك سعيد راه قرب، ونتلاقى في فيديو جاي. تهلاو. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونية، ما كرهتش انا وياك كبيبي نديرو منين يا بنادم جاري معنا في حالة زاد في كينيا.